صباح الفل. عايز ارد بس شويه استفزازات سمعناها وقرناها على السوشيال ميديا. انا عارف ان ممكن يكون الرد ده بيعمل اهميه لبعض الناس ملهاش اهميه، لكن انا يعني بحب دايما ارد عشان الكلام لما الناس بتسمع بتردده كتير بتصدقه. بص يا سيدي، الاهلي طلع الرابع في مجموعته في كاس العالم بفرق الاهداف عن بورتو، الفريق البرتغالي العظيم. يعني انا راجل بشجع ريال مدريد، لما ريال مدريد بيلعب في دوري الابطال مع بورتو انا شايف انه ده ماتش مهم ومحترم وماتش ليه كل التقدير، لان بورتو فريق كبير وفريق عريق وليه تاريخ. الاهلي عمل 3 ماتشات في كاس العالم، ماتش سيء جدا امام بالميراس اللي هو السنه اللي فاتت كان تاني الدوري البرازيلي، والسنه دي طالع الرابع فرق نقطتين على المتصدر اللي هو بوتافوجو. فالاهلي عمل ماتش مش حلو قدام فريق قوي جدا. ومع ذلك انتر ميامي اللي هو صاحب الارض والجمهور اللي عنده ميسي بطل العالم اللي لا يزال يعني ايه ليه قوه وليه برضه رهبه، يعني ميسي اتعادلت معاه وكنت الافضل في الماتش ومضيع ضربه جزاء. وبورتو الفريق البرتغالي كنت متقدم عليه 4 مرات واربع مرات بيتعادل بسبب غلطات فرديه من الدفاع بتاعي والهجوم بتاعي اللي ضيع فرص ما تضيعش. فانا كاهلاوي راضي جدا عن تجربه النادي الاهلي. هي بس في ناس نقطه انا عايز اقول لك عليها، سان داونز جاب 4 نقط، هات لي اولسان هيونداي وفلومينيزي في المجموعه وانا كنت هجيب لك اكتر من 4 نقط. فلومينيزي البرازيلي ده نادي قوي جدا بسم الله ما شاء الله، السنه اللي فاتت كان طالع 13 في الدوري، يعني كان طالع 13 في الدوري البرازيلي. انا عايز اقول لك ان الاثنين ممثلين بتوع الارجنتين اللي هم بوكا جونيورز وريفر بليت الاثنين طلعوا، عشان تبقى عارف الارجنتين بطل العالم الاثنين ممثلين بتوعها طلعوا من الدور الاول. هات لي اولسان هونداي، هات لي ورا ريد ده انا كسبان 4-2 على فكره من كام شهر وبسكواد اقل، العين الاماراتي اللي هيلاعب الوداد التوفيق هم الاثنين فرقه عرب يعني، هاتهولي انا كسبان 3-0 كنت هجيب لك 3 نقط ويبقى اسمي حققت فوز. هات لي اولسان هيونداي اللي في مجموعه سان داونز، تقول مجموعه الاهلي اسهل، لا مجموعه سان داونز اسهل. في اولسان هيونداي فريق برازيلي اضعف واحد في البرازيليين وفريق اوروبي متوسط زيه زي بورتو. سان داونز عمل بطوله عظيمه وعمل اداء عظيم، الاهلي عمل اداء اعظم وبطوله اعظم، لكن الاهلي كانت مجموعته اصعب. انت بتقارن الوداد والعين اللي حظهم وحش جاي معاهم اليوفنتوس ومانشستر سيتي، بس لو الاهلي مكانهم كان عمل شغل احسن. كل الاحترام للهلال السعودي، كل الاحترام للترجي التونسي، الترجي الحمد لله اتغلب من فلامينجو من تشيلسي 2-0 3-0 وكسب لوس انجلوس. هات لي لوس انجلوس وانا كنت تكسب، يعني الرابع في مجموعتي انا على فكره مصنف ثالث، فالمفروض ان انا ما اكسبش اول والثاني، مع ذلك انا اتعادلت مع الثاني وتعادلت مع الرابع اللي هو على الارض وسط الجمهور. بدل انتر ده كنت تحط لي في مجموعتي لوس انجلوس وانا كنت كسبته وكنت تاهلت. هات لي في الفريق الرابع السان هيونداي ولا هات لي ورا ريد انا كنت كسبتهم وكنت تاهلت. انا رؤيتي حطاني فريق صعب في المستوى الرابع، انا رؤيتي وحشه مش رؤيتي صعبه مش رؤيتي حلوه. باي ذا واي بالنسبه انا كاهلاوي راضي ومش شايفك ومش سامعك اللي انت بتحفل على الاهلي، بس انا حبيت اقول الكلمتين دول، اتسمعوا واتشافوا ولا فرق معانا اي حاجه. وشابوه للاهلي ولاعيبته، كنا نتمنى الافضل وان شاء الله البطوله الجايه نتاهل لها ونجيب الافضل ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. نقطه بس نسيت اقولها، فكره ان الاهلي كل مره يخش كاس العالم يكسب اوكلاند ويبقى فرحان ان هو كسبان اوكلاند ويروح لاعب ماتش قبل النهائي ويتغلب فيطلع يلعب على الثالث وربع يقول لك انا فرحان. لا على فكره ما لعبش اوكلاند غير مره واحده في 2006 باي ذا واي. كل مره كان بيلعب صاحب الارض اللي كسب اوكلاند، يعني بيلعب بطل امريكا الشماليه او بطل اسيا ايا كان، انما يلعب اوكلاند مره واحده سنه 2006. كونك انت عمال بقى تردد اشاعات وي والكلام ده كله لانك لا بتتابع ولا بتتفرج ولا اي حاجه.